حبيباتي حواءات، ما اعرفش جمع حواء ايه صراحه، بس يعني ما علينا. عايزه النهارده اكلمكم في حاجه بجد، يعني لازم يبقى عندكم تيك كير منها، يعني تخلوا بالكم. قصه قصه اخترعها واحد، يعني قال ان انت ممكن تشاركي جوزك مع اي واحده مع النسا، سوري في اللفظ طبعا، انا عارفه كلمه مع النسا دي بتحرقكم كده وبتاكل فيكم من جوه، بس دي الحقيقه. هنعمل ايه عشان بس نفك مشكله العنوسه؟ طب يا حبيبتي انا عايزه افكرك بس، اختي المعنسه، اخي الموسوس، ان انا عشان اتجوز، يعني انا يعني كنت عامله طقوس كده بقى، بلبس بقى وبعمل الشويه بتوعي والحاجات دي وكده، لحد ما عرفت اشقط واد حلوه كده واتجوزته يعني وخلفت منه كده. انا مش ضد المشاركه على فكره عشان تبقوا فاهمين، يعني ولا ضد شرع ربنا، الراجل اتجوز مثنى وثلاث ورباع يعني، بس على رأي مثلا شايلوه معزه، سوري عمل حاجات كده، فاكتر من كده لا مش ممكن. في حاجه كمان، يعني انا ممكن اشارك بوست، اعمل عليه ليك، اشارك بلوزه، اشارك طبخه، اشارك طبق، اشارك كوبايه، لكن اشارك جوزي ده اللي مش ممكن ابدا. وده ليه بقى؟ اللي مش عشان حاجه، والله العظيم اقسم بالله، اقسم بالله انا بالنسبه لي مش فارقه معايا اي حاجه، والله العظيم ثلاثه. انا جوزي ممكن اشاركه عادي مفيش مشاكل، بس انا كل الخوف من جوايا ان العانس دي تندم وتندب حظها وتقول يا ريت يا ريت اديت عانس بدل ما اتجوز واحد زي ده، انا جبتتي البلا وعمال يعمل لي الوان وديكور في خلقتي. حبيبتي انا مجربه، اسال مجرب ولا تسال طبيب. ويا حبيبتي على راي المثل، يعني ان كان في خير مكرمات طير، وعلى راي المثل التاني اللي بيقول بره وجوه فرشت لك وانت مالي يعدلك. مفيش راجل صالح، كلهم بتاع مصالح. اختي خدي النصيحه دي، دوريها في دماغك كويس قوي كده، وفكري كويس قوي قبل ما تشقطش راجل متجوز، هيطلع البلا على جتتك. ما خلاص عنده القديمه تحلى ولو كانت واحده مخلفه له العيال، ودي بتاعت التمطيط والغسيل والكلام اللي بالك فيه ده والطبيخ. امشي بقى، فاضيلك وقاعدلك صودا ومنيله ب 60 نيله، مالوش شغلانه الا انت. اوعي، انا بس بحذرك يا اختي محبه، مش عشان حاجه تانية خالص والله. انا عن نفسي جوزي عايزه تاخديه، فكري كده تاخديه وانا كده